في إطار الأنشطة التي ينظمها معهد لالا مريم للأطفال الانطوائيين بطنجة، وبمناسبة اليوم الوطني للمعاق وتخليدا لهذه الذكرى، تم تنظيم حفل بالمناسبة للأطفال في وضعية إعاقة، مناسبة تعد فرصة أمام هؤلاء الأطفال من أجل إثبات الذات بكل أبعادها الشخصية والفكرية. المعية ديال المعهد الأميرة لالا مريم للأطفال الانطوائيين من طنجة كنحتفلوا بمناسبة اليوم العالمي للتحسيس بالتوحد، كنغتنموها فرصة باش نحاولوا نوصلوا للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي والمجتمع ككل، نحسوا بهذه شريحة الأطفال، نحسوا بشنو هو التوحد، دور التوحد، نحسوا الآباء الأمهات تجاه الإعلام اللي كتشوفوهم معنا بكثافة، كنحاولوا نوصلوا للناس التوحد شنو هو. على سبيل المثال حنا هنا في المعهد الزائرين للمعهد ورينا لهم بعض المنتوجات اللي قاموا بهم الاطفال توحديا، بعض الرسومات، بعض التسابيح، بعض العقيق، بان كنحاولوا نوصلوا للمجتمع بان الطفل التوحدي قادر يندمج، خص غير اللي يفهموا. مع الاسف الناس ما كيفهموش التوحدي شنو هو. معهد لالا مريم وتباعا للاستراتيجية التي تنهجها الحكومة لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع من كافة حقوقهم، تبنى برامج عديدة من أجل إدماج هذه الفئة من الأطفال في مختلف الميادين. وفي هذا الإطار احتفل المعهد بعدد من الأطفال الذين قدموا مجموعة من الأنشطة والعروض الهادفة إلى نشر المكاسب التي تتحقق من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية. بالنسبة اليوم يعني كاين اليوم العالمي للتوحد، بما أنني كإنسان أبر فنان ولا أنا كإنسان جيت باش نشارك مع هاد الأطفال هادو ومع الآباء ديالهم واحد الفرحة يعني، ونعطيو واحد إشارة أن هاد الأطفال هادو راه كاينين في المجتمع ديالنا، وباللي يمكن كخصهم شي حاجة ديال الدعم، شي حاجة ديال الرعاية، وباللي هما منا وديالنا وتا هما عندهم حق في كل شيء كنعملوه وكيعملوه الأطفال العاديين فنيا ولا كل شيء. يعني أنا يشرفني نكون معهم اليوم. ويهدف معهد لالا مريم للأطفال الانطوائيين إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في ميادين التكوين والتأطير والتوجيه والترويض الطبي، والعمل على تفعيل جميع النصوص التشريعية والقوانين التي تهم هذه الفئة، والمشاركة في كل المبادرات التي تهم التنمية المحلية.